النهاردة هنتكلم عن حاجة من أبشع الحاجات اللي عملها البشر، حاجة ما تقلش عن اللي عمله هتلر وعن الحروب العالمية. حاجات لو كانت عرفت في وقتها كانت هتقلب موازين العالم فعليا. ودي مش قصة رعب أنا جاي أحكيها لك، دي وثائق سرية اتسربت بعد 70 سنة من تزييفها. دي حكاية المختبر 731. المكان اللي كان البشر فيه بيتحولوا لفئران تجارب، بس بطريقة أفظع من أي فيلم رعب انت شفته في حياتك. غالبا هتحس انك مش عايز تكمل الفيديو، بس ما ينفعش نفضل ساكتين عشان الضحايا دول. القصة بدأت سنة 1935 في منطقة نائية في الصين. الجيش الياباني بقيادة الجنرال شيرو إيشي أنشأوا مبنى سري تحت اسم مرفق تطهير المياه، لكن الحقيقة إن هي كانت مصنع للتعذيب. جوه المختبر كانوا بيخطفوا ناس، فلاحين وأطفال وحوامل، حتى أسرى الحرب، وبيحطوهم في إقفاص زي الحيوانات علشان يعملوا عليهم تجارب من غير بنج ولا رحمة. حتى إنهم كانوا بيولعوا فيهم أحياء وما عندهمش مشكلة في كده. وفي ملف سري واحد من الأطباء كتب إن هم بيقطعوا الأطراف بتاعتهم ويشوفوا قد إيه الإنسان يقدر يعيش من غير أكل، وإنهم بيحطوهم في غرف للضغط لحد ما عيونهم تنفجر. والوثائق بتقول برضو إنهم كانوا بيعملوا تجارب تجميد، بيخلوا الضحية في درجة حرارة -40 لحد ما إيده تتحجر، وبعدين يضربوها بمطرقة لحد ما تتكسر. كانوا بيتفننوا في العذاب وفي الوحشية، كانوا بيحقنوا المساجين السلام بحقن طاعون ويشوفوا قد إيه بياخد وقت لحد ما يموتوا. ده غير إنهم كانوا بيشيلوا أعضاء حيوية من الإنسان زي الكبد أو المعدة ويشوفوا هيقدر يستحمل قد إيه ويعيش قد إيه من غير العضو دوت. واحد من الناجين اسمه ليانج قبل ما يموت قال كانوا بيجيبوا العيال ويحطوهم في غرفة مليانة براغيث علشان يتصابوا بالطاعون ويضحكوا وهم بيشوفوهم بيموتوا. وفي سنة 45 لما أمريكا هزمت اليابان المختبر ده اتدمر، بس الجرايم اتغطى عليها لأن الأمريكان أخدت كل البيانات وسمحت الأطباء عشان تستفيد بيهم وبالبحوثات اللي هم عاملينها في حربهم الباردة مع روسيا. والأسوأ من كده إن الأطباء دولت رجعوا يشتغلوا في الجامعات والمستشفيات تاني في اليابان، حتى إن واحد منهم أسس بنك دم والضحايا لسه عايشين. وبيقولوا إن في ناس غنية في اليابان أجسامهم فيها بعض من أعضائنا. الناس دي ماتت بس أحفادهم لسه عايشين. وفي قرى كاملة في الصين مشوهين بسبب التجارب دي. وبيقولوا إن هم مش عايزين تعويض، بس عايزين العالم كله يعرف إن اليابان كانت أبشع من هتلر. السؤال اللي محدش عايز يجاوب عليه إيه اللي بيحصل في المعامل السرية دي؟ وهل البشر دلوقتي في أمان ولا لسه في مختبر 731 جديد؟ وما تنسوش إحنا مش بنحكي قصة وخلاص، دول كانوا بشر زينا وزيكم، بس حد قرر إن هم ما يستحقوش إن هم يتعاملوا كبشر. لو وصلت لحد هنا اكتب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا عايزنا نتكلم في إيه تاني، وما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وسبسكرايب. شكرا ليكم.